السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم اشدد أزري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب. البنات كما تشوفوا فالفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون مختلف تماما على الفيديوهات اللي عادة تشوفوهم في القناة، ولكن هو عنده ارتباط شديد بالقناة كلها. فبما أن بزاف البنات يعني دخلوا عندي وسولوني بزاف الأسئلة يعني اللي تترتبط يعني كيفاش فتحوا قناة، كيفاش يعني كيفاش نفعلوا الدخل، كيفاش يعني بزاف الامور. فانا ان شاء الله بما انني يعني انا مازال البنات القناه ديالي باقا صغيره بزاف، ولكن بما انني يعني قطعت داك الشوط الاول يعني اللي عاده تيكون هو اصعب مرحله في القناه، اللي هو باش تقبل لك القناه في الادسنس ويتفعل فيها الدخل. وخديت اول خلصه من اليوتيوب، فقررت ندير لكم هذا الفيديو هذا ان شاء الله باش نفيد به بعض من البنات اللي عندهم رغبه في انهم يفتحوا قناه. علاش لا؟ نتمنى ان شاء الله يعني هاد المعلومات اللي غادي نعطيكم تكون مفيده وتعاونكم في انكم تفتحوا القناه ديالكم ان شاء الله. ولكن قبل ما نبدا الفيديو البنات بغيت غير نطلب منكم واحد الطلب بالنسبه للمتتبعات، لان لاحظت فعلا واحد التغيير في القناه مؤخرا اللي يعني واحد التغيير اللي اثر فيا صراحه بزاف، لان القناه كانت غاديه وتطلع وفجاه وليت اي نوع من الفيديوهات تنحطو ما تلقاش المشاهده اللي انا يعني تنكون منتظره انه يلقاها، بالرغم من انني حاولت نجيب يعني نغير في المحتوى ديال الفيديوهات. درت جولات ديال الاكسيون اللي كانوا تيطلعوا بزاف واحد الفتره، دابا ما بقاوش يطلعوا. حاولت انني ندير لكم التنظيم، حاولت انني ندير وصفات جديده، حاولت يعني بزاف المحاولات، ومع الاسف الشديد باءت تقريبا بالفشل. فلذلك البنات بغيت غير نطلب منكم انكم بالنسبه للبنات اللي متبعين القناه وتعجبهم المحتوى ديالها تعاودوا البنات ديزاكتيفيو الجرس وتعاودوا تضغطوا عليه من جديد باش يتاكتيفا من جديد، باش تبقى توصل لكم النوتيفيكاسيون ديال الفيديوهات من ينزلوا ان شاء الله على القناه. ودابا ان شاء الله ندوزو الموضوع ديالنا اللي هو اول حاجه البنات. اشنو الشروط اللي تتبغي القناه؟ اول شرط البنات، اول شرط وقبل كل شيء هو الصبر 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 الصبر. لان ما تقوليش بانني غنفتح قناه ومباشره غادي نبدا نتخلص، ولا من بعد شهر او من بعد شهرين او من بعد 3 شهور. كاينين البنات فعلا اللي يعني خدات القناه ديالهم فتره وجيزه يعني باش تعرف كل يعني هذيك ارزاق تتفرق، ولكن هذا ما تيعنيش بان اي وحده حلات قناه فغادي يعني غتكون عندها نفس القناه ديالها غتقبل بنفس الوتيره وفي نفس الفتره. فلذلك تنصحكم بالصبر البنات، الصبر 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 وبزاف الصبر. ودابا ان شاء الله نبداو في الموضوع ديالنا. اشنا هي الشروط ديال اليوتيوب اللي تحطات في 2018 شهر 1 2018. من قبل كان فقط شروط ديال اليوتيوب انك توصلي 10,000 مشاهده. انا كنت في واحد الفتره ديال العام اللي فات، في هذيك الفتره بالضبط انا وصلت لهذيك 10,000 مشاهده. ولكن كان في هذيك الفتره كانت بزاف يعني بزاف الامور تتغير وما تقبلتش ليا القناه. فلذلك من يتغير القانون يعني الامور مشات لقدام وتقبلت ليا القناه تقريبا في شهر 9 يعني سبتمبر 2018.
علاش بقات حتى سبتمبر 2018؟ لان الشروط الجديده اللي تحطات اللي حط اليوتيوب هي انك توصلي 1000 مشترك و4000 ساعه ديال المشاهده. وانا هذيك الساعه ما كانت عندي لا 1000 مشترك لا 4000 ساعه، كنت فقط وصلت لهذيك 10000 مشاهده في التوتال ديال لي فيديو اللي كنت منزله. المهم البنات، من بعد يعني انا استمريت في الخدمه على القناه. يعني ما كنت الصراحه انا ماشي مواظبه، يعني ما تنزلش فيديوهات دائما، وكانت بزاف الظروف اللي منعتني من انني ننزل فيديوهات دائما. وكانت جات شي فترات في القناه اللي يعني قطعت فيها انني ننزل فيديوهات لمده تقريبا شهرين، اللي هي الفتره اللي رحلت فيها من ايطاليا لفرنسا. وانتم عارفين يعني اول حاجه كان عندي مشكل ديال الويفي، ثاني حاجه انا جيت لواحد الدوله لان ما عارفه فيها حتى شي حاجه، يعني كل شيء فيها جديد عليا، كل شيء فيها يعني حتى العامل ديال اللغه كان تيلعب دور كبير. ايه فعلا انا قريت الفرنسيه في المدرسه، ولكن نتوما عارفين بان الفرنسيه اللي تقرايها في المدرسه ماشي هي الفرنسيه اللي تتهضري بها. فلذلك كانت بعض الصعوبات، ولكن الحمد لله قدرنا نتجاوزوا الكثير منها، ما نقولوش كلها وانما الكثير منها. والمهم بالنسبه لموضوعنا ان شاء الله، فالبنات اول حاجه البنات هي اننا خصنا نفتحوا جيميل. هذاك الجيميل مباشره تيعطينا الحق باش نربطوه باليوتيوب في جوجل كروم. من بعد ما تربطوه بجوجل كروم تيولي عندنا الحق باش ننزلوا فيديوهات مباشره. يعني هذه اول مرحله خاص اي وحده تقطعها مباشره. من بعد ما تبداي تنزلي في الفيديوهات، خاصك اول خطوه هي انك تمشي تسجلي في جوجل ادسنس. يعني من بعد ما تسجلي في جوجل ادسنس تدو يعني خاصك تبقاي متابعه القناه ديالك وتتخدمي عليها فتره بفتره. يعني تحاولي ما امكن انك تقلبي على المواضيع ديال هذيك الفتره اللي تتهم المشاهدين في هذيك الفتره، لان البنات مع الاسف الشديد الوصفات ما بقاوش تيجيبوا همهم. انا صراحه في البدايه ديالي كنت ناويه بان يعني المشاهدات الفيديوهات اللي غادي نبقى ننزل يبقاو يعني فقط اعمال يدويه ووصفات، ولكن اضطريت انني نضيف بعض الانواع من الفيديوهات، لان مع الاسف الشديد الوصفات ما تيجيبوش السوايع ديالهم. باش تحققوا هذوك الشروط البنات، وخاصه هذيك 4000 ساعه لانها صعيبه 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 بزاف باش تجمع. اول حاجه هي انكم خاصكم تحاولوا كما قلت لكم انكم تجيبوا المواضيع اللي تتهم الناس في هذيك الفتره. تحاولوا ما امكن يعني تشوفوا المواضيع اللي تقدروا تهضروا فيها، المواضيع اللي تقدروا ديروا عليها واحد الفيديو وتنزلوها. ثاني حاجه اللايف البنات، لان اللايف هو اكثر حاجه تتجمع السوايع. اما البنات كاينين بزاف البنات تيدخلوا في جروبات ديال طلع ليا المشاهده، نطلع لك المشاهده، انت شوفي ليا ساعه انا نشوف لك ساعه. هذاك الشيء البنات ما منوش. واليوتيوب عندها الطرق ديالها باش تكتشف هذاك الشيء وباش تعرف واش المشاهدات تيكونوا بصح ولا ماشي بصح. فلذلك يعني تبقاو تدخلوا لايف. اللايف تيجمعوا السوايع ديالو بسهوله. هذه اول حاجه. ثاني حاجه فلوغات البنات، الفلوغات المشتريات. صافي تنظن هادو هما الفيديوهات اللي تيتشافوا اكثر وتيجمعوا السوايع اكثر. اما بالنسبه باش نرجعوا ان شاء الله للشروط ديال اليوتيوب، هذيك 1000 ابوني ماشي صعيبه باش تجمع لكم في هذيك الفتره، على بال ما جمعتوا هذيك 4000 ساعه. لان باش توصلوا 4000 ساعه خاصكم على الاقل واحد 6 شهور 7 شهور 8 شهور
ما عرفتش بالضبط. المهم انايا كيفاش جمعت هذيك 4000 ساعه. انا ما كنتش ندير اللايف نهائيا، عمرني ما درت اللايف، ولكن الفيديو اللي ساعدني بزاف بانني نجمع السويع. كنت في شهر في رمضان ديال العام اللي فات. مشيت عند اختي الصغيره الميلانو، وصورت يعني واحد الفلوق. انا ان شاء الله غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، يعني الا بغيتو تمشيو تاخذوا فكره عليه. صورت واحد الفلوق كانت فيه يعني واحد الوصفه، كان فيه مقاطع من الطريق، كان فيه جوله في الصالون ديالها. هذاك الفيديو في هذيك الفتره بالضبط يعني ما جابش شي مشاهده اللي هي كثيره بزاف، وانما كانت فيه تقريبا وصل ل 600 مشاهده ولا 600 وشي حاجه، وقف. من بعد انا مشيت يعني من موراها كنت جيت هنا لفرنسا باش نشوف الدار ديالي، وعاود رجعت لايطاليا، ومن ايطاليا مشيت للمغرب. مني مشيت للمغرب جلست تقريبا شهر ولا شهر وشي حاجه. تقريبا الاسبوع الاخر قبل ما نرجع في الاخر ديال شهر 7، قبل ما نرجع تنشوف بان داك الفيديو يعني كان 600 مشاهده. انا ما بقيتش، لان كما تتعرفوا فالكونيكسيون في المغرب ضعيفه بزاف، وهذا ما بقيتش متابعه القناه صراحه في هذيك الفتره بزاف. ما بقيتش، دخلت واحد النهار دخلت لقيته 22000 مشاهده. مشيت نقلب السويع، لقيت فعلا السويع ديال هذاك الفلوق تزادوا بزاف، وهذوك السوايع هما اللي ساعدوني باش نكمل 4000 ساعه 4000 ساعه ديال المشاهده. كما قلت لكم البنات، فالفلوغات تساعدوا بزاف بزاف بزاف، وتنأكد لكم على الفلوغات اونلايف. المهم من بعد دخلت لايطاليا، عيدنا العيد الكبير وجينا لهنايا لفرنسا ورحلت. جاتني ايميل من موراها تقريبا بشي 2 ديال الاسابيع، في الاخر ديال شهر 9 انا جيت لهنايا. في الاخر ديال شهر 9 جاتني واحد الايميل فين كاتبين ليا يعني مبروك بان القناه ديالك تقبلات في الادسنس، ويعني بانك وفيتي الشروط ديال كيفاش نقولوا ديال اليوتيوب. في هذاك الوقت دخلت لجوجل كروم وشفت بان فعلا هذيك واحد المربع اللي كان فيه الخط بالاحمر ولا فيه الخط بالاخضر، يعني القناه تفعلات وتحقيق الربح تفعل. من موراها انا جلست تقريبا شهر هنايا في فرنسا، ونزلت لايطاليا لان كانوا عندي شي اوراق خاصني نقضيهم. وصلت لايطاليا لقيت الكود وصلني للدار في واحد الرساله. انا ان شاء الله غادي نحطها لكم في شي بلاصه من هنايا باش تشوفوا بالضبط الرساله كيفاش دايره، باش تبقاو تعرفوا اشنو اللي الدار. وصلني داك الكود، كود بين ديال القناه. هذاك الكود بين البنات تيكون في هذيك الرساله اللي تجيكم للدار، تيكون مشروح لكم بالضبط كيفاش المراحل اللي خاصكم تتبعوا باش تدخلوا هذاك الكود. والبنات حذار يا البنات ما تدخلوا هذاك الكود خاطئ، ولا تدخلوا فيه شي رقم زايد ولا شي حاجه، لانه مهم بزاف. يعني عندك هذاك الكود راه عندك القناه، ما عندكش هذاك الكود راه ما عندكش القناه، وخاصكم تحتفظوا بها البنات. كيفاش غنقولوا يعني القيمه ديالو من القيمه ديال الذهب اللي عندكم في الدار، فاحتفظوا به في شي بلاصه اللي تكون امنه. المهم انا من بعد ان شاء الله كما قلت لكم غادي نصوروا لكم ونحطوا لكم باش تشوفوا بالضبط اشنو اللي غادي يوصلكم للدار. من بعد ما دخلت هذاك الكود البنات جاتني ايميل اخرى، قالوا لي فيها بان خصني ندخل الكونت بانكير ديالي. هنا في ايطاليا مسمينو الكود ايبان، الكود يدشي ايبان، لان انا دخلت بالايطاليه الادسنس، عمرت الفورميلار ديال الادسنس بالايطاليه.
فلذلك يعني اي ايميل تجيني بالايطاليه، وهذا تسهل عليا الامر، فمن الاحسن. المهم خاصني ندخل الكود بانكير ديال هذاك الرقم الطويل البنات اللي تيكون، وفي الاخر يعني فيه تقريبا شي 16 رقم تنظن، الا بقيت عاقله مزيان. هذا كامل خاصكم تدخلوه، ومباشره من بعد ما تدخلوه وتدخلوا الاسم ديال البنك اللي عندكم، تجيكم واحد الايميل اللي تتقول لكم بان من بعد 3 ايام، يعني اللي هي 3 ايام ديال العمل، غادي يجيكم واحد المبلغ اللي تيكون بسيط. انا جاتني فيه اول مبلغ جاتني فيه 59 سنت البنات، وحتى الفاصله البنات خاصكم يعني بالتدقيق تجيكم هذيك الايميل باش تشوفوا واش شحال، يعني واش هذاك فعلا هذاك المبلغ اللي جوجل ادسنس صيفط لكم واش دخل في الكونت بانكير ديالكم. من بعد ما تيجيكم هذاك تتاكدوا، يعني الا كانت عندكم الابليكاسيون ديال البنك تتشوفوا من الابليكاسيون، ما كانش عندكم تمشيو للبنكه وتشوفوا من البنكه واش دخل لكم هذاك الكود، واش فعلا وصلكم هذاك المبلغ ولا لا. من بعد ما تشوفوا تاكدوا من هذيك المبلغ واش وصل، تجيكم واحد الايميل اخرى اللي خاصكم تدخلوا فيها بالضبط هذاك المبلغ اللي جا، يعني بالفاصله بكل شيء. انا كانت جاتني 59 سنت تنظن الفاصله شي حاجه، ما بقيتش عاقله بالضبط. المهم من بعد دخلت، تدخلي في يعني في ايميل اللي تيصيفطوا لك، وتدخلي هذاك المبلغ. ومن بعد ما تدخلي هذاك المبلغ يصيفطوا لك ايميل اخرى تيقولوا لك من هنا ل5 ايام غادي نصيفطوا لك المبلغ اللي تستحقي، وخاصك تعاودي عاوتاني تعطيهم تاكيد بان وصلك هذاك المبلغ اللي تستحقي. هذا هو ما كاين البنات. اما بالنسبه انا البنات هنايا خديت واحد النقط ولكن رغم ذلك تبان لي بانني تالفه وتنمشي ونرجع للموضوع. المهم غير سمحوا لي وصافي، انا تنحاول ما امكن انني نعطيكم المراحل اللي دزت بها. بالنسبه للبنات، يعني بزاف البنات سمعت بانهم تيقولوا بان خاصهم، يعني اليوتيوب تيقول بان خاصك توصلي على الاقل 800 درهم باش تاخدي اول مبلغ او اول خلصه من اليوتيوب. انا البنات هذا الامر هذا ما نقدرش ناكدوا لكم، لانني اول حاجه انا دازت واحد الفتره اللي يعني تجاوزت فيها هذيك 800 درهم، لان كانت عندي شي مشاكل، كيفاش غنقولوا، ديال الوراق. فلذلك ما دخلتش هذاك الكود بانكير في الوقت ديالو. فيعني كنت تجاوزت هذيك المبلغ اللي سمعت البنات تيهضروا عليه. فما نقدرش نقول لكم واش خاصكم توصلوا ل 800 درهم او لا، ولا يقدروا يصيفطوا لكم المصاريف قبل، يعني الخلصه ديالكم قبل. نجيو البنات لشحال تخلصت انا اول مره من اليوتيوب. البنات انا اول خلصه خديت من اليوتيوب ما غاديش نقولها لكم بالضبط، لان اصلا قانونيا ممنوع انني نقول لكم بالضبط شحال ربحت. يعني انا غنقول لكم بالتقريب الخلصه اللي جاتني، ولكن بدون فاصله، وتنظن وتنتمنى ما تكونش عندي مشاكل من بعد. انا البنات اول خلصه جاتني فيها 400 اورو وشي حاجه، يعني ديك الحاجه بالضبط ما غاديش نقولها لكم، لان تنتمنى من الله ما يكونش عندي شي مشكل في هذا الامر ديال انني نقول لكم. ولكن انا حبيت نفيدكم باش تعرفوا بالضبط شحال ربحت، بالتقريب شحال ربحت. يعني جاتني 400 اورو فاصله شي حاجه. اشنا هما الفيديوهات البنات اللي حقوا لي فعلا دخل في القناه.
انا كما قلت لكم اول فيديو اللي طلع عندي طلعت فيه المشاهده هو الفلوق اللي درت في السفر اللي سافرت لعند اختي في رمضان. من بعد ما جيت لهنايا لفرنسا بديت الفيديوهات ديال اكسيون. كانوا جوج ديال الفيديوهات اللي طلعوا، انا حتى هما غادي نخلي لكم الروابط ديالهم لتحت في صندوق الوصف. هادوك حتى هما حقوا واحد النوع من الربح. ثالث فيديو البنات اللي دخل لي كذلك ارباح، يعني لا باس بها باش وصلت لهاد 400 اورو وكذا، هو انني يعني درت واحد الفيديو ديال البغرير اللي حاليا وصل ل 400 وتقريبا 440 الف مشاهده، تنظن ما بقيتش عاقله بالضبط، ولكن 440 الف مشاهده. يعني حقق الارباح في الاول لانه طلع في مده تقريبا ديال 20 يوم بحال هكاك، كان ديجا فات 150 الف مشاهده. هذاك هو الفيديو البنات اللي حقق ليا تقريبا اكثر من نص ديال المبلغ. يعني من بعد المده كلها، ماشي في ديك الفتره بالضبط، يعني في ديك الفتره ديال 20 يوم ديال 150 الف مشاهده حقق اكثر من نص ديال المبلغ لانه وصل ل 440 الف مشاهده. هذا هو اللي كاين البنات. اشنو البنات اللي يعني هاد 400 اورو البنات وكذا، انا ماشي يعني باقا اصلا ما رجعتش ليا حتى المصاريف اللي صرفت على القناه. كونوا متاكدين البنات، وما تنظنش ان غيبقى هذه هي الوتيره الشهريه اللي غيبقاو يجيو بها المبالغ، لان كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو القناه تراجعات بواحد يعني بواحد الوتيره اللي هي واضحه جدا. يعني ما بقاوش الفيديوهات يطلعوا، ما عرفتش علاش، ما عرفتش اشنو السبب. المهم البنات نتمنى تخليو لي في التعليق لتحت اشنو الفيديوهات اللي نتوما باغيين تشوفوا مني، واللي النوع ديال الفيديوهات اللي تعجبكم على القناه. وما تنسوش البنات بان اي فيديو عجبكم تبقاو ديروا ليه لايك باش نعرف بالضبط اشنو الفيديوهات اللي تعجبكم اكثر. هذه اول حاجه. بالنسبه للمصاريف البنات، انا الا خرجت الا بغيت ندير، يعني اول حاجه المصاريف هي ديال التصوير. انا دابا عندي S8 هو التليفون باش نصور. انا هاد التليفون هذا كون ما كانتش القناه صراحه البنات ما غاديش نشريه، غنشري شي حاجه اللي هي قل منه. يعني اول حاجه هي انني خسرت 500 اورو باش ناخذ التليفون اللي باقا تنخلص في الرطات ديالو لحد الان. هذه اول حاجه. ثاني حاجه هي مثلا الا بغيت ندير لكم واحد الطبق، احنا فعلا هي يعني هذيك وصفات كلها اللي تناكلوها احنا في البيت ديالنا، يعني ماشي شي حاجه اللي تنطيبها ومن بعد ترميها، لا، وانما كاينين بعض المصاريف، يعني بحال مثلا الاطباق ديال التقديم، بحال يعني مثلا هذه بالنسبه للوصفات. اما بالنسبه مثلا الا بغيت ندير لكم جوله في اكسيون، فيعني خاصني ندير المازوت في الطوموبيل باش نمشي ندير لكم جوله في اكسيون. اعمال يدويه خاصني نشري الامور اللي تخصني باش ندير هذاك العمل اليدوي بالضبط. فلذلك يعني بزاف ديال المصاريف اللي مازال ما رجعتش. والمهم تنتمنى غير ان القناه تعاود تحسن وتعاود ترجع للوتيره اللي كانت غاديه بها، لان الصراحه انا كنت فرحانه بهذيك الوتيره، بالرغم من انها كانت هذيك الوتيره هي كانت يعني معطله شويه، وانما على الاقل بعدا يعني كنت نشوف واحد التحسن في القناه، واحد ارتفاع في المشاهده، واحد يعني نتمنى من الله تعاود ترجع القناه لعهدها السابق. اما البنات بالنسبه لي زابليكاسيون اللي خاصكم تبقاو تدخلوا هذا الموضوع هذا، نسيت ما هضرتش معكم فيه، باش تبقاو تشوفوا القناه ديالكم والارباح ديالها. هادو جوج ديال لي زابليكاسيون اللي خاصكم ضروري تدخلوهم باش تبقاو تشوفوا، اللي هو جوجل كروم وثاني هو يوتيوب ستوديو. هادو جوج حوايج اللي ضروري خاصكم تدخلوهم في التليفون ديالكم باش تبقاو متبعين القناه ديالكم وتعرفوا يعني كيفاش غاديه.
تاني حاجة بالنسبة للسؤال اللي جاني بزاف المرات، اشنا هي لابليكاسيون اللي تستعملي في المونتاج. انا البنات تنستعمل فيلموراغو، واللي تتعطيك في الاخر ديال الفيديو. مني تديري المونتاج تكتب فيلموراغو في الاخر، وانا هذيك فيلموراغو مني ندير المونتاج تنصالفي الفيديو في الجالوري ديال التليفون، ومن بعد ما تنصالفيه في الجالوري ديال التليفون تنحذف تنقطع هذيك كيفاش العلامه التجاريه ديال فيلموراغو. هذاك علاش ما تتبانش في الفيديوهات اش من علامه تجاريه عندي. المهم البنات، نتمنى نكون يعني عطيتكم معلومات اللي تفيدكم، ونتمنى من كل قلبي انكم يعني اي سؤال تاني واي موضوع اخر بغيتوني نهضر معكم فيه وبغيتوني نعطيكم فيه معلومات على قد المعلومات ديالي. بطبيعه الحال انا ما تنقولش لكم بانني انا عارفه اليوتيوب كامل، ولكن على قدر داكشي اللي عرفت في هاد سنه تقريبا ونصف اللي فتحت فيها القناه. الا قدرت نعطيكم شي معلومه علاش لا، فكتبوا لي لتحت في التعاليق الا بغيتوا ندير لكم شي فيديو اخر من هذا النوع هذا ونعطيكم شي معلومات اخرى. والى اللقاء مع الفيديو المقبل ان شاء الله.